عمري بالرشاش. السلام عليكم. بقالي فترة مهتمية جدا بالمهرجانات، مش عارفة حباها. كل سنة وانتم طيبين، العيد الكبير جاي. عايزة اشتراك يا جماعة وعايزة لايك. تفاعلوا معايا في القناة كده، خلوني ما اقفلهاش. دي الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن اكون بعملها في حياتي. في الفيديو اللي فات انا كنت بتكلم على القدرات الخارقة للبنت. الراجل مش عنده قدرات. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على البنوت، وقلت لكم في فيديو عن الولاد اللي الولاد ما عندهمش قدرات خارقة. انت كولد او كرجل ما عندكش قدرات خارقة. قدراتك الخارقة بتبان في معاناتك. بمعنى ايه؟ من وانت بتبتدي معاناتك بتبتدي قدراتك. مطلوب من الراجل في وسط مجتمعنا المصري فقط ان هو من هو في حضانة يعتمد ان هو راجل. ما تعيطش، انت راجل. ما تصرفش كتير، حوش عشان انت راجل. اعمل عشان انت راجل. ادي لاختك الكبيره الحاجه عشان انت نعم الصغير بس انت الراجل. بيتربى من صغره على دي. ما عندوش دماغ يبقى عنده قدرات خارقه زينا. احنا قاعدين متدلعين. كل بنوته متدلعه في بيت اهلها، محدش ينكر. الولد ده في كل بلد في بيت اهله متبهدل. يعني ايه؟ نسبه البطاله من كام سنه وصلت لنسبه 53%. يعني مشكله اقتصاديه على البلد كلها. لكن ازاي الراجل ملوش علاقه بالموضوع؟ ابوه طول ما هو قاعد في البيت، انت يا ابني مش راجل، اطلع اشتغل يا حاجه. ما فيش شغل، ما فيش، لازم تطلع تشتغل، اتصرف، هتشتغل اي حاجه. انا كنت في سنك بعمل وبسوي. كنت في سنه يا باشا كيلو اللحمه كان بحوالي 3 مليم. لو انت كنت في سن ابنك كيلو اللحمه كان ب 3 مليم، دلوقتي كيلو اللحمه ب 400 جنيه. فانت راعي الفرق اللي حصل. في فجوه زمنيه حصلت فجاه من كام سنه كده بالظبط، خلت الحاجه 500 ضعفها. ودي دراسه للاقتصاد موجودة على أي نت. خش سرش هتلاقي البطالة وصلت لحد فين. ماشي، ذاكر عشان تجيب مجموع كبير وتخش كلية أحسن من أختك. لازم تنجح وتعمل أحسن من ابن خالتك. على طول راجل متقارن بحد. على طول شغلك زي فلان، اعمل زي علان. انت مش شايف فلان عامل ايه وعامل ايه؟ شايف وابننا مخلينا فين؟ وهكذا. والراجل طول حياته كده. طيب اتخرج بجامعه كويسه، دور على وظيفه كويسه، هل معاناته بتخلص؟ ابدا. انت كده بدات. انت دلوقتي بقيت عندك وظيفه، لازم تعين جزء من فلوسك في جمعيات، في اقساط، في عمال، عشان تتجوز. يطلع عين امه لغايه ما يلاقي بنت الحلال. اول ما يلاقي بنت الحلال يروح راجل محترم لابس بدله قاعد مع ابوها المحترم. ابوها المحترم يطلب 100,000 100,000 مؤخر، 50 جرام دهب شبكة، القايمة مثلا ب 200,000، شقة تمليك، عفش ب 500,000. يلا يا باشا خلال سنة. وهو عشان عايز يتجوز البنوتة الكتكوتة بتاعته ويتنفل عليهم من البيت باب واحد، بيبتدي يشتغل ويعمل جمعيات ويطلع عين أمه لغاية ميعاد الفرح. والفرح كده بقى بيحصل مشاكل كتير قوي، العريس هو المسؤول عنها. بيبقى قاعد في الكوشه معظم مكرم، وحد يجي يقول له الحق خالك. في ايه يا عم؟ ماله خالي يا عم؟ في ايه؟ هو كويس، عمل حادثه ما جاش الفرح، كان لسه شايفه دلوقتي والله. ما خد جاتوه ابيض وهو بيحب الشوكولاته، فلازم نحل المشكله دي. فانت بتبقى واقف عامل كده. الراجل عموما بيبقى واقف عامل كده. طيب ماشي، يسايس امور شويه، تيجي امه تقول الحق خالتك. بتقول لو كنت انت اتجوزت بنت خالتك عليها القيمه. جايه تقول لك ايه امتى دلوقتي؟ خالته جايه تقول امتى؟ هو في الكوشه. بعد ما الفرح يخلص، هو كده العريس افتكر ان هو عدى من اصعب مراحل حياته. لا، يصحى من النوم الصباحية يكتشف ان هو دخل في دوامة جديدة. ايه ده؟ في ايه ده؟ انا امبارح كنت لسه في بيت ابويا بصحى من النوم امي ايه ده؟ ده دلوقتي في عيش هتجيبه وانت جاي، في زبالة هتاخدها وانت نازل، في حوار انت مسؤول عنه، ولسه في اساسا قبل الفرح عليك فلوس بتاعه الفرح، بتاعه المعازيم، بتاعه الجاتوه، والرقاصه ما جاتش وخدت الفلوس. في 3 ادوار تورته خالتك كانت حاطه عينيها عليهم وسخنت امك على العروسه، قالت لها هي تاخد التورت دي كلها البيت مش هتجيبها لك انتي. وفي حوارات لسه دايره بعد يوم الصباحيه. والله العظيم فين التورته؟ وفين؟ خلصت الصباحيه والناس روحت بيتها.
بعد الدوامه دي ما تخلص بقى تلاقي في حاجات كده بقى انت مسؤول عنها. مصروف البيت، مصروف الاكل والشرب، الايجار، الراجل بتاع النور، بتاع الغاز. سيبك من ده كله. مبروك الماما حامل، مدام حامل، في دكتور، في كشف، في مصاريف للمانجا الفصل اللي مراتك بتتوحم عليها، في مواعيد دكتور وهتسيب شغلك وهتترفد وهيتخصم لك، في مستشفى، في دكتور هياخد فلوس، في اوضه تتحجز يوم، في حضانه بعد الشر على البيبي. كل ده هو الراجل ملزم بيه على فكره، وده هيعمله. هنا بقى بتبان قدراته الخارقه، لما يقدر يسدد ده كله، ويقدر بقى ان هو يوصل لمرحله ان البيبي في الحضانه كويس جدا وسدد كل جنيه اللي عليه، كده يبان ان هو فعلا راجل صح، وان هو معاناته ابتدت تزيد، مش هتقل، هي هتزيد. ليه بقى؟ البيبي كبر، قبل ما يكبر عايز لبن، عايز بامبرز، عايز معرفش ايه، ادويه، دكتور، استشارات، معرفش حوارات. بعد ما يكبر في مدرسه، في حضانه، في شنطه المدرسه، وفي اللانش بوكس، والمش عارف الووتر، معرفش ايه بتاع الازازه اللي بيشربوا فيها دي. وكل ده لازم هو يسده، ويهتم بمراته ويهتم بشغله وينجح في شغله، عشان لما ابنه يكبر يلاقي حد يستند عليه. ده الراجل المصري على فكرة، بس مفيش حد بيساعده، هو بيساعد نفسه. عشان كده قدراته الخارقة ان هو يقدر يسدد دوت. هو لو عمل ده كله فعلا فعلا اثبت ان هو راجل خارق. احنا كبنات عمرنا ما هنقدر نعمل ده كله. اعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة. في حاجة غلط في الفيديو، مش حابة اكمل تسجيل تأثيرا للكلام، الكاميرا كل شوية بتفصل. انا عايزة اشتراك في القناة وعايزة لايك، تفاعل معايا شوية والنبي، وقولي رأيك في الكومنتات ايه عن الراجل. لو في مواضيع معينة عايزين نتكلم فيها. يعني قولوا لي مثلا عايزين تتكلموا على الشاحن، عايزين تتكلموا على الشمس، بس يعني حطوا لي هدف.